يسعد صباحك الحلو. يا عين على هالطقس الغير شكل. اليوم مثل ما انه هيك صبح والشمس عطيتنا اجمل ما شيء عندها غير الالوان اللي انا لابسهم، حنعمل فطاير. بما اني بحب الدايت فبحب العجين، هو العكس يعني. حنعمل شيء بالكشك، شيء بالحر مع اللبنه وعلى الفرن، واخر شيء حنختمها هيك بفطيره من جوا دجاج متبل باللبن والبابريكا والبهارات والثوم. يا الله يا الهي، ما شو لنشوف. اوكي، اللي حنعمله اول شغله بس دغري كشفنا الدجاجات، حدغري نشيلهم كرمال نقطعهم بالنص ونحطهم بالجاط عشان نتبلهم، ناخذهم على البراد كرمال هيك يتعشقوا بشو بالطعمات الموجوده فيهم. بس هيك شقفتين صغار لانه بدنا نحطها على الجريل، وبقلب الجاط في حدا على جنب ومنبلش. في عنا هون لبن، فيكم تحطوا من كبايه لكبايه وشوي، ما تكتروا كثير لانه بعدين اللبن بده يرخي فبصير عندكم اوفر يعني ليكويدز موجوده بقلبها. اوكي، هذا اللبن. بنرجع بنبلش هون من ناحيه البهارات اللي بدكم اياها، بس ركزوا على 3 اساسيات: بودره الثوم، بودره البصل، بودره الزنجبيل. وفيكم انتم بعدين كيف بدكم تشكلوا بالموضوع. انا حاختصر بطريقه ثانيه. حنضيف فوق فوق اللبن حنضيف كاتشب، لانه الكاتشب اول شيء بقلبه سكر الباز تاعيته، وحزيد فوقهم بعد اوكي عنا بهار اسود، وحنزيد فوقهم كتير من البابريكا، واذا كان مدخن على احسن واحسن، ومنزيد فوقهم الزنجبيل البودره. وقلت لكم فيكم تزيدوا ثوم بودره، فيكم تزيدوا بصل بودره، ما في اي مشكله، فيكم تضيفوا عليهم القرفه، في اشخاص بتحبها مش غلط. انا هلا كمان حاعمل شغله زياده اللي هي فوق هذا الخليط اللي عملناه حاكسرهم بملعقه صغيره تقريبا من رب البندوره، وححط ملعقه صغيره، انا اسف بس من عشاق الحار، من رب الحار، ملعقه ونص صغار، سوري برجع بذكر، ملعقه ونص صغار يعني معناتها نص ملعقه كبيره. ملعقه كبيره هي عباره عن 3 معالق صغار. رح اضيف شغله بعد قبل ما بلش احرك اللي هو الخل، شوي صغيره بس. وفينا بعد شغله، ليش لا لا على وقف، خليكم معي مش بنفس السكينه، حنقطع وعصرة حامض معه. هلا من بعد ما نقلبهم كثير منيح حنوديهم لوين؟ على البراد. هلا فيكم تخلوهم كل الليل انتم، ما في مشكله، فيكم 24 ساعه، وفينا على القليله نعطيهم بحدود نص ساعه لساعه بنكون مغطينهم. وحنبلش بالعجينه. هون في عنا بحدود ال4 أكواب تمام من الطحين. هلا اللي حنبلش نعمله شغله، اول شيء دائما خلوا في فاصل ما بين الخميره والملح. الخميره هي مثل بكتيريا نايمه، المي الفاتره بتحييها، الملح بيقتلها، وبتتغذى هم بشو؟ بالطحين. فخلوا هذا الفاصل، خلوا الطحين هي الفاصل ما بين الملح والخميره عشان تتفاعل اسرع وتعطيكم مفعول كتير رائع بخلال نص ساعه. منبلش حنجيب فوق الطحين دغري، حنرش الملح. طب حدا فيكم سأل ليش الملح؟ شو مفعول الملح؟ الملح فيه شغلة كتير حلوة بالعجين، بيساعد على الكمش مع بعضهم. أما بالطبخ عادة فهو بيظهر كل شيء طعماته، بتكتشفوا هذا الشيء مع كل شيء عم تعملوه من حلويات. دايما شو بيقولوا لكم؟ رشة ملح. طب نحن عم نعمل حلو ليه؟ عشان تظهر الطعمات الموجودة بالداخل.
حزيد بعد شوية ملح ونقلبهم مع بعض بهذا الشكل. هيك ضاعت الطاسة وين صاروا الملحات. نرجع من بعدها بنجي بنضيف عليهم الزيت وبنضيف فوقهم المي، بس على شرط بدكم تحطوا الخميرة بهذا الشكل وبترجعوا بتزيدوا فوقهم المي، وفيكم تذوبوا الخميرة دغري بمي فاترة مش سخنة كتير. وهلا اجا وقت نعجن، بس قبل ما نعجنهم في ستاب حلوة لازم نعملها اللي هي السكر كرمال يعطينا هيدي الخشخش. تمام؟ هلا بالايد عجين يعني ايد من تحت لفوق من تحت لفوق بس لحتى نفوت المكونات ببعضهم بهذا الشكل. عادة أنا بستعمل 3 أكواب طحين، هون حطيت 4 لأنه بحاجة لكمية عجين أكثر، فكل شوي بعمل تيست لحتى أشوف إذا أنا بحاجة لمي بحاجة لشي زيادة ببين معنا. حطينا العجينة على جنب تحت الشمسات الغير شكل كرمال تتخمر مزبوط. بهذا الوقت نحن حنعمل الخلطتين الأساسيات اللي احنا بحاجتهم غير خلطة الدجاج. أكيد في عنا خلطة الكشك مع الجوز الرب، ونزيد عليها شوية نكهات زيادة، وأكيد أكيد أكيد ما بننسى فكرة الحر، ممنوع يعني منعا باتا. والميلة الثانية هي حنعمل إذا بدكم الحرة العادي النوع اللي بنحط مع العجين، حيلا رب حر، بس حنكسره بشيء إضافي اللي هو حنكسره بشوية لبنة أو كتير لبنة وشوية شو؟ بندورة. خلينا نبلش. هون في عنا الكشكات الموجودين بلديات غير شكل، هدول الوحيدين مش من الأرض من هون أكيد لا مش حأزرعهم. حنحط فوقهم الزيت. هلا بنشوف إذا بعد بدنا نزيد شي زيت ولا لا. بنزيد فوقهم حار، 1 2. بنزيد شوية، كنا حطينا سكر بس واعيين، رش صغيرة لأنه هو أساساً الكشك شو فيه ملوحاته. هلا في عنا الجوز حنكسرهم شوي وفينا نتركهم شقف، انتم كيف ما بدكم ما في مشكلة أبداً. ها بس نحن هيك نكسرهم شوي صغيرة. يلا هذا الجوز حطيناه. هلا في عندكم البندورة تقريبا بمثابة ملعقة كبيرة، هذه طلعت لا بعد بدنا نزيد شوي. ها شوية رح نحركهم هلا قبل لحتى نشوف إذا منيحة الكمية اللي حطيناها ولا بعد بدنا نرخيهم. طلع بدنا نتفة زيت، بس شو هاللون هيدا، واو شفتوا نتفة على نتفة. ها خلينا قبل من تقريبا بحدود 2 معلقة كبار زدنا. حنزيد فوقهم شوي صغيرة من البصل. في عندكم شغلتين موجودين، في عندكم الكشك وفي عندكم اللبنة المكعجلة، واثنيناتهم الباس تاعيتهم هي المعزة. فهول الشغلتين إضافات زيادة عليهم حتقتلهم طعمتهم. نحن هول بدنا نعيش طعمتهم على الأصول يعني. والشغله الثالثه اللي حضيفها اللي بحب عيش طعمتها على الاصول هي المكدوس، ما تحملوا له اضافات ثانيه. لهون نحن وصلنا للتكتشر اللي او الملمس اللي نحن بحاجته. حنزيحها على جنب، حنخلي هيدي هون وحنعوز بجاط هيك صغير، حنحط بقلبه لبنه 3 معالق ل 4 معالق كبار، وحنضيف فوقه اكيد الحر، ملعقة زغطورة يعني كرمال القصص. حنزيد مع شوية
بندوره. بنقطعهم بقطعها بهذا الشكل وحفضيها من جوا كرمال المي. نظفناها من المي من جوا ونشيلهم على قلب اللبنه، نحطهم جوا. ممنوع تكبوا شي لبرا، بس انا كبيت لبرا مش مشكله. هلا من بعدها حنضيف عليهم شويه ملح. بنملحهم. هون اللبنه فيكم تملحوها، بس ديروا بالكم ان البندوره كثير بتشرب ملوحات سريعه فممكن تاذيها. وبنرجع بنبلش نحرك فيهم. حنحط لهم شويه بابريكا كرمال اللون. ونرجع نقلبهم. فيكم بدل بابريكا فيكم تحطوا لهم رب البندوره، فيكم رب الحار اللي بدكم اياه. هيك اخذت اللون اللي احنا بدنا اياه اللبنه، مشي حالها. بنزيها على جنب. بنحضرها كمان بهذا الشكل. بنزيح هيدول لهون. حاعمل شغله هلا، ححط المسبع الحديده على الفحمات نفردهم عشان يحموا مزبوط، ونروح نجيب الدجاج ودغري لوين؟ على النار. نرجع بنحط المسبع على تحت على الواطي كرمال ياخذ حراره دغري سريعه، لما نجي نشيل الدجاجات نصفيهم من اللبن ونحطهم على النار. هول الدجاجات ماشي حالهم غير شكل، بس بدي افرجيكم على شغله. شوفوا قديش رخى اللبن، عشان هيك قلت لكم ما بدنا نزيد زياده عن اللزوم لانه صار رخو. اوكي دغري هلا حنشيلهم من هون وعلى الفرن او الجريل او اللي بدكم اياه، او بالمقلايه حتى كيف فيكم تقلوهم. يا سلام يا سلام. هلا الدجاجات لانه كثير على نار وطيناها يعني سوبر عاليه، بدنا نخليهم شوي ونقلبهم على الوجه الثاني لحتى ما بصير من ميله محترقه ومن ميله مستويه. بهذا الوقت نحن حنروح نبلش نرق، نحط الخلطات اللي بدنا اياها، والفرن ينادي يا فؤادي. هيدي زبطنا الليفل تبع الدجاجات وعلى عجن نعجن نحط ونبلش على الفرن. اوكي العجينه هون اوب. اوه لا ليكوا هالرفخه، شفتوا لي الرفخه؟ ولا شيء، سريعه جدا واعطتنا هذه الفعاليه. تخيلوا لو تركينا وقت اطول. ونحن ما فينا نتركها اكثر لانه الجوع يسبق كل شيء اساسا. هلا رح نعمل، حنرش شويه طحين بالكعب، وفيكم بايديكم فيكم بالشوبك، ما في مشكله ابدا انه ترقوها. هذا طحين. وحنبلش نحن بدنا نعملهم صغار، ما بدنا نكبرهم كثير، فحنقطعها بالنص. وعلى فكرة في علومية صغيرة هيك من الوالد تعلمناها، اللي هي بكعب الفرن شو ما كان دائما إذا لقيتوا حرارته كثير عالية مخيفة حرارته، لحتى ما تلطعوا دغري العجينة، حطوا شوية ملح، والأفضل إنه يكون ملح خشن، ورشوهم بالكعب. هذا الشكل نحن بنكون عم نحمي العجينة قد ما فينا. هلا رح نحط العجينة على المشحاف. وهلا حنكبسهم هيك، وخلوا الطراف فاضيين بس كرمال الالوان. لوين؟ على الفرن. وبنجي بنكمل مع الثلاثه الباقيين، بنحضرهم اللي هن تبع اللبنه، اوردر سريع. هلا حنقلب الدجاجات لانه اكيد من ميله، مش انه اخذوا لون
الاسطى. شوف لبنه. وخلينا نكمل مع الفطير الكبير. بدنا نشيل الدجاجات نقلبهم. اوه لازم ينشالوا. حنزيح الدجاجات شوي عشان يبردوا نقدر نقطعهم برواق. حنرش طحين على البلاطه ونجيب الفطيره الكبيره اللي بدنا نرقها هلا كرمال نحشيها بالدجاجات وعلى الطحينات. ها الباقي بنسكره وفينا نفرزهم الباقيين، ما تعتلوا هم ابدا لانه خمره وتخمروا فما في مشكله ابدا. هلا بنبلش نرقها. اللي حنعمله الدجاج حنقطعهم بقلب الصحن ونشيلهم على قلب الفطيره. فيكم تحطوا من تحت، ما بقى انتوا اللي بدكم اياه، فيكم تحطوا مثلا كاتشب بقلبها، فيكم تكونوا عاملين صوص انتوا بقلبها، فيكم الثوم تحطوه بقلبها. في انا مثلا اوقات كنت حط بقلبها خس مقطعه صغير، افردهم من القلب من جوا وحطهم عليها، اللي بدكم اياه. هلا انا بس حقطعهم صغار. كبسوها هيك عن الطراف من ورا وبترجعوا بتجدلوها بهذا الشكل مثل السمبوس. هلا حنشيلها وعلى الفرن مجمر غير شكل. هيدول بنحطها جوا ويكون ناطريتهم مين؟ الكشكات اللبنات ناطرينها. رح نسكر عليها لهي اجباري كرمال نخلي الحراره تتعشق فيها وعلى السريع تستوي. هلا حفرجيكم، رح نشيل صحن الدجاج على جنب وحفرجيكم الكشكات مع اللبنيات كيف طالعين شيء كتير على القلسطة. العروس من فوق اللبنة بفرن الحطب، شيء كتير تمام. الكشك بلدي بالجوز مع شوية البصل مع رب الحار، حتروق على الخفيف. نسحب لفطيرة الدجاج اللي متبلينها أساساً باللبن مع البابريكا، حاطين فيها رب الحار. فيكم تحطوا معها قلت لكم بودرة الزنجبيل، بودرة الثوم، بودرة البصل. فيكم تزيدوا البهارات اللي بدكم اياها عليها، اوريجانو، اعشاب، شو ما بدكم. خلوها اوفر نايت غير شكل. خلينا نشيلها. يلا اوبا. فيكم تسموها اللي بدكم اياه، شيش طاووق، دجاج، فطيرة كوكو، اللي بدكم اياه ما عندي مشكلة. هلا حنقصها، ححطها هون عشان تضلها اخدي حرارة هيدي. اوه بسكوتاية مقرمشة. هلا هيدي البسكوتاية مقرمشة، تخيلوا مثلا انتم لو شو حاشينا ببطاطا من جوا مع جبنة. يا إلهي. وهيك بنكون بهذا الشكل نحن أتقنا فطيرة الدجاج، فطيرة طاووق. يا إلهي. انطروني بحلقات جديدة. باي باي.